وانا عايز اقول حاجه للكابتن محمود الخطيب، ودي رساله مني للكابتن محمود الخطيب، طبعا اتمنى ان هو يسمعها، واتمنى الناس تركز معايا في الكلمتين اللي انا هقولهم، علشان احنا كاهلاويه لازم ندور بس على مصلحه نادينا عامله ازاي. عايز اقول للكابتن محمود الخطيب ما تشغلش بالك بالكلام اللي بيتقال حواليك، ما تشغلش بالك بالكلام اللي بيقول الاهلي بيجيب فلوس منين، ما تشغلش بالك بالناس اللي بتقول الاهلي بيجيب كم الصفقات دي ليه. كبر دماغك من الناس دي كلها، اشتغل لمصلحه ناديك، ما تحطش في دماغك اي شيء. انا النهارده يا جماعه لقيت لعيب وعقده منتهي مع ناديه، ايه المشكله ان انا اتعاقد معاه؟ ما عنديش اي مشكله خالص. وانا كنادي الاهلي استنيت لما اللاعب خلاص عقده بينتهي مع ناديه، دخلت مفاوضات محترمه جدا، كسبت الصفقه وكسبت الرهان. احمد سيد زيزو يا جماعه صفقه مهمه جدا جدا للنادي الاهلي. النادي الاهلي اولا قدمها تقديم حلو جدا، عمل لها برومو حاجه يعني ولا اروع من كده. النادي الاهلي كسب مكاسب رهيبه يا جماعه، مكاسب رهيبه من ورا تقديم احمد سيد زيزو. يعني يكاد النادي الاهلي يكون جمع ثلاث ارباع عقد احمد سيد زيزو. فانا ماليش دعوه بالكلام اللي بيتقال عليا. انت النهارده ما تلومش غير نفسك، نادي الزمالك ما يلومش غير نفسه، هو اللي ساب اللعيب لحد اخر اللحظات ما جددش معاه، هو اللي كان بيماطل مع اللعيب، هو اللي ما كانش عايز يدي اللعيب حقه وفلوسه. فانا النهارده ماليش دعوه بمشاكلك، ما عنديش مشكله مع مشاكلك، انا مش بفتعل لك مشكله ولا انا بعمل لك مشكله، بالعكس انا لقيت لعيب بينتهي عقده اتعاقدت معاه ولا اي حاجه. النهارده لازم كمان نقول حاجه للناس الزملكاويه، ما تزعلش، ده هو زمن الاحتراف. يعني انتوا لما فوضتوا عبد الله السعيد وخلاص كنتوا هتاخدوه ودفعتوا رقم بالنسبه لنا في الوقت ده كان مهول، 40 مليون جنيه الراجل خدهم في ايده، وقعدتوا تقولوا دي صفقه القرن ومحدش اتكلم ومحدش زعل وما قلناش اي شيء. ولكن انت النهارده كنادي الاهلي ما تفكرش، بص على مصلحتك، اعمل لمصلحه ناديك، هات الصفقات اللي انت عايزها. انت داخل في بطولات كبيره جدا جدا ومحتاج ان انت تدعم الفريق تدعيم كويس جدا. كابتن محمود الخطيب شابوه شابوه للراجل، الراجل بيعمل كل اللي عليه علشان يشوف الاهلي يعني بيعمل مستويات كبيره جدا. ان شاء الله النادي الاهلي يقدم مستويات كويسه جدا في كاس العالم. ثانيا يا جماعه ريبيرو الراجل المدرب الجديد، هل النهارده هنقدر نحكم على الراجل في بطوله كاس العالم للانديه؟ هل هنحكم عليه من ماتش باتشوكا؟ عايز اقول للناس من دلوقتي يا جماعه ما تقسوش على الراجل، يا جماعه لازم تسيبوا الراجل يشتغل في ارض خصبه علشان يقدر يقدم كل اللي عنده. الراجل اسباني، كورتهم حلوه، الناس بتعتمد في الكره بتاعتهم على التكتيك الكبير جدا، لازم بيدور الكره حلو جدا، بيخلي اللعيبه قريبه جدا من بعضها، بيعمل الهجمه المرتده كويس جدا، دايما يبقى عنده دافع الاستحواذ في الملعب. كل الكلام ده هنشوفه يا جماعه في الملعب. فما تحكموش على الراجل من دلوقتي، ادوا له فرصته، ما تظلموهوش يعني من بدري قوي كده. لازم نشوف الراجل على ارض الواقع، لازم نشوف اللعيبه اللي جابها النادي الاهلي دي كلها والصفقات الكبيره اللي جابها النادي الاهلي، الراجل هيوظفها بانه طريقه. فانت النهارده قدام بطولات كبيره جدا، الاهلي ان شاء الله يقدم مستويات محترمه في كاس العالم للانديه، الاهلي ان شاء الله يوصل يعني لابعد من الادوار الاولى في كاس العالم للانديه، ونشوف نسخه كبيره جدا جدا من النادي الاهلي بتقدم كره محترمه مع الراجل الجديد. بس ولكن يا جماعه زي ما بقول لحضراتكم وباكد على حضراتكم تاني، ما تظلموش الراجل علشان ياخد وقته، علشان يشتغل كويس، علشان يقدر ان هو يقرا فكر اللعيبه دي كلها، ولازم يكون شخصيه قويه جدا في الملعب وبره الملعب كمان، انضباطيا جوه اوضه اللبس. اللعيبه محتاجه مدير فني يكون قوي يا جماعه.